السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة اول سيشن ليا في الماس بالنسبة للكي جي 1. زي ما اتفقنا دي اول حصة في جدولنا. سنة سعيدة دراسية على الجميع يا رب العالمين. هنبتدي النهاردة بالماس اول سيشن مع بعض الكي جي 1 زي ما اتفقنا. هنتابع مع بعض السيشنز اللي هتنزل عشان ما نتلخبطش وما نتوهش من بعض. تمام، خلاص وصلنا لمرحلة الكي جي 1، يعني لازم يكون بيمسك القلم بالطريقة الصح، بعد طبعا ما اتكلمنا قبل كده ان احنا ازاي نمسكه القلم ونقوي عضلات الايد وكده. المفروض دلوقتي ان هو خلاص بقى بيكتب ايه؟ بيكتب النمبرز بتاعي. بيكتب 1 بالشكل ده، بيكتب 2، بيكتب 3، بيكتب 4، بيكتب 5، بيكتب 6، 7، 8، 9، 10. تمام، خلاص وصل ل 10. طب هو انا ابني لسه كي جي 1 ولسه ما خدهمش او لسه مش عارفهم، مفيش مشكله خالص، هيبتدي ان هو يكتبهم. خلاص نسيبنا بقى من حركه التريسنج ان احنا نتتبع او نرسم الحرف والكلام ده كله، خلاص او نرسم الرقم. تمام، هو دلوقتي بيكتب. المامي كل اللي عليها ان هي هتجيب الكراسه السكويرز المربعات وهتبتدي ان هي تعمل له النمبر وهو هينزل بيه، وبعد كده ايه تعمل له زي ديكتيشن شفوي بعد كده ان هو يكتبه. تمام، سواء هتجيبوا له سبوره او في كراسه ان هو يكتبه لوحده. المهم ان احنا نتقن النمبرز لحد 10. تمام، طيب ايه المرحله اللي بعد كده بالنسبه للناس اللي اولادهم بيكتبوا؟ اللي ما بيكتبوش مفيش مشكله، هتبدا معاه وهو هيستجيب وهيكتب باذن الله. ايه المرحله اللي احنا هنعملها يا مس؟ هنتكلم بقى عن المرحله اللي جايه. تمام، بصوا بقى معايا كده. المرحله بقى ان احنا هنعمل كالتالي: اتقن النمبرز مش مشكله، وقفنا عند 5 مش مشكله، وقفنا عند 6 مش مشكله، هاجي لحد ما انا شايفه ابني واقف لحد فين ومتقن ده حتى لو نمبر 1. تمام، وابتدي ان انا اعمل له بقى ايه زي مثلا شمس كده بالشكل ده، واقول له ايه؟ كاونت، يعني ايه؟ عد. هنكتبها له هنا عشان يتعود على شكلها. تمام، كاونت. اول ما اقول له كاونت يبقى المفروض يكون فاهمني. ده بالنسبه للماس. تمام، يعني ايه كاونت للمامي اللي مش فاهمه؟ ان هي عد، دي كلمه عد بس في الماس بنقول عليها كاونت. تمام، طيب هيجي دلوقتي مثلا ويقول لي ايه 1، هقوم قايله له رايت، يعني اكتب هنا. تمام كده، يقوم كاتب 1. طيب هبتدي اعمل له اشكال تانية، مثلا اعمل له مثلا ايه زي قلوب كده جنب بعضها، نفس الفكره. تمام، واقول له كاونت، يبتدي يكتب النمبر هنا لوحده. تمام، المهم ان انا اوصل له ان كاونت يعني عد، وان هو يكتب النمبر هنا. تمام تمام. طيب الشرح مع ابني ازاي يا مس؟ كالتالي: احنا مش بنقوله ان احنا هنذاكر او كده عشان يستجيب ليكي وما تحتاجيش تجيبي مس. تمام، بعد ما تتفرجي على السيشن هتجيب السبوره اللي هي بقلم في البيت، دي حلوه جدا، وتفهمين ان احنا بنلعب مع بعض. تمام، زي مثلا احنا خدنا نمبر 1 وابني عارف نمبر 1، وقلنا له ازاي تعرف مثلا يا دودو مثلا تعمل لي كاونت على دي مثلا، الفلاور الجميله دي مثلا، دي كام فلاور قدامك؟ هيقول لك مثلا 1. قولوا له برافو شطور، تعالى نكتب 1 جنبها هنا عشان يبقى صاحبها، يقوم كاتب 1 جنبها هنا. تمام، على حسب النمبرز اللي الولد عارفها لحد 10، مش ازيد من 10. تمام، ده بالنسبه لمنهج كي جي 1، سواء عربي، سواء حكومي، سواء تجريبي، سواء لغات، سواء اي حاجه. تمام كده، تمام. طيب ايه تاني ممكن اديهوله غير ان هو يعمل كاونت؟ تمام تمام. طيب يبقى احنا كده طلعنا من ان في مصطلح اسمه كاونت يعني عد. تمام، وهنقوله له كالتالي: كاونت يعني عد، يعني عد كده 1 2 3 4 كده. تمام، على حسب ما هو واقف معاكي. تمام، طيب طب انا عايزه برضو استفاد من ده في ان هو يكون عارف معلومه كمان. هاجي مثلا واقول له ايه رايك نعمل كلر؟ كلر يعني ان احنا نلون، كلر يعني احنا ايه؟ نلون، عشان لما اقول لك بعد كده كلر تبقى فاهم. تمام، هنقول له كلر يعني ان احنا هنلون. تمام، ويكون معاكي الالوان بتاعه وتقولوا لي ايه رايك نعمل الفلاور دي بالريد. عارف الريد اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا الاحمر. انا دلوقتي مثلا معايا بلو، عارف البلو اللي هو ايه؟ اللي هو ده اللي في ايد مامي ده. تمام، ويبتدي ان احنا نلونها كده. تمام، ويلون هو بايده. تمام، ده بيقوي عضلات ايده معايا، وفي نفس الوقت عرف اللون الازرق يعني ايه بالانجلش. تمام، يبقى احنا كده عملنا معلومتين في بعض:
عرف ان هو يعمل كاونت وعرف ان هو كلر يلون. تمام. منهج الكيجي كله معتمد على الكلر، وان احنا كاونت، وان احنا ممكن نرسم حاجه اسمها سيركل اللي هي الدايره. تمام. ده اهم معلومات في الكيجي، في كيجي 1 كلها. تمام كده. تمام. يبقى احنا كده استفدنا النهارده بان احنا خدنا مصطلح جديد اسمه كاونت، يعني عد. تمام. بعد ما عرف يكتب النمبر ايا كان، سواء لحد حتى نمبر 2. تمام. المهم ان احنا نطبق كتير زي ما اتفقنا بالطريقه دي. هنرسم له بقى ستارز، تمام، فلاورز، هارتز، سانز، حاجات من دي اللي انت بتعرفي ترسميه ارسموه له على السبوره او في الكراسه، وهو هيبتدي ان هو يبقى يعمل رايت. تقولي له رايت يعني اكتب. كل ما هنكرر المصطلحات دي مع السماع كتير له، هتلاقيه ان هو عرف. هتلاقيه بعد كده تقولوا له كاونت، هتلاقيه بيعمل كاونت لوحده. هتقولوا له كلر، نلون من غير نلون، كلر بس، هتلاقيه لون. تمام. خلاص خد على المصطلحات دي منك. مفيش حاجه اسمها كاونت عد، مفيش حاجه اسمها كلر لون، لا، احنا بنقولها مره واحده فهو فهمك خلاص. بعد كده هتبقى كلمه انجلش. ده بالنسبه للناس اللي هم ماس. تمام. حصه جديده ان شاء الله انتظروني فيها باذن الله رب العالمين. مع السلامه.